مساء السعادة عليكم يا ولاد. النهاردة بقى نزلنا سوق هايل. بصي بقى هقولك على الأسعار الرخيصة في المنصور. ولادنا يا بنات سهلة وبسيطة، وبصي كلها ما شاء الله ميزانيات وتوفير التوفير. هنا بقى لو تعرفوا أنا فين، أنا هنا يا بنات في ميدان الشيخ حسنين، تعرفيه أو ما تعرفيهوش. في البطيخة فيه ب15 جنيه، وإيه ما شاء الله بطيخ كبير زي ما انتم شايفين. فيديو النهاردة والله يا بنات هتطلعوا منه كسبانين. أرخص الأسعار يا بنات. بصي جميع المشتريات بقى تشتريها من هنا. السوق ده بقى تعرفيه او ما تعرفوهوش، بيبقى الصبح فيه كل حاجه. الساحه اللي انت شايفاها دي ساحه ميدان الشيخ حسنين، تبقى كده قصاد بنك الدم الاقليمي، فيها كده من الابره والصاروخ. والله يا ولاد البتنجان هناك ال3 كيلو ب10 جنيه، والفلفل زي ما انتم شايفين ال3 ب10. البتنجان بقى الرومي والعروس بصي هتقلي وتحمري وتعملي محشي كمان، ال3 كيلو ب10. والله يا بلاش يا ولاد. زي ما قلت لكم انا هنا في وصفات الغلابه، جاي لكم من الزمن الجميل. هنقدم مع بعض افكارنا السهله الاقتصاديه البسيطه، وهوريكي كمان ازاي توفري في الميزانيه. مش قلت لكم هبهركم؟ يعني هبهركم. عايزاكي بقى تنزلي السوق ده وتشوفي كده الاسعار اللي انا بقول لك عليه، ولو ما صدقتنيش اكتبي لي كده في كومنت ان انت رحتي ولقيتي الاسعار مختلفه. البتنجان والله يا ولاد ب3.5، التفاح كمان ب10 جنيه. ايوه يا بنات التفاح هناك ب10 جنيه. السوق ده يا بنات له اسمين، السوق اللي هقولك عليه اللي انا اعرفه، اما السوق التاني بقى فمش عارفه هو صح ولا ايه. اكتبوا لي كده في كومنت لو انت زرت السوق ده ورحتيه. طبعا يعني انا كنت بصور بس مش باحترافيه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله البتنجان مرصوص والله حلو قوي، وبصراحه ما شاء الله اللهم بارك هايل يا بنات. شايفين شكل البتنجان زي الفل، ما يغركوش بقى شكل الكاميرا، بس بجد يا بنات البتنجان انه نوعين، العروس والبتنجان الرومي اللي انتم شايفينه. يعني زي ما قلت لك هتقلي وتشوي وتعملي كمان منه محشي. اللي ما تعرفوش بقى ان في ناس بيعملوه مربى. البسارية هناك يا بنات ب50 جنيه، السمك طازة وزي الفل زي ما انتم شايفين. السوق ده بيبقى الصبح يوم السبت ويوم الثلاث اللهم بارك، بيبقى فيه من الإبرة للصاروخ. أي أيوة والله يا بنات زي ما بقول لكم كده. هتنزلي السوق ده صدقيني هتلاقي فيه كل حاجة. هتلاقي فيه بقى بصي شاشة العرض هتلاقيها موجود، سرير الأطفال هتلاقيها موجود، المرجحة بتاع الأطفال والكبار موجود، شنطة السوق، عربية السوق، بصي كل حاجة، عجل الأطفال، وبصي والله يا ولاد كل حاجة. التفاح اللي انتم شايفين اللي بقول لكم عليه ده اهو والله العظيم ب10 جنيه. تصدقوا مع العلم ان احنا شاريينه من اماكن تانية ب40 جنيه. وبالصور وعلى عينك يا تاجر هقول لك الاسعار في ميدان الشيخ حسنين، وهتشوفيها باليفط كمان، وهوريها لك بقى في طلخ. السعر والله يا بنات مختلف تماما. والله يا ولاد زي ما بقول لكم كده. اللي هتقول لي بقى الناس المعفنين والناس اللي مش عارف ايه هم اللي بيشتروا من الاماكن دي والكلام ده كله، لا على فكره هو سوق كبير ما شاء الله، بينزلوا ناس كتير قوي، مش على قدي ولا على قدك، ناس كتير قوي بتنزل السوق ده وبتشتري منه وبتبضع كمان. شايفين اللهم بارك بقى. انا مشيت شويه لقيت زي ما انتم شايفين التفاح بقى ب35 وب30. انا كده يا بنات طلعت من سوق الشيخ حسنين وتوكلت على الله وماشيه بقى في شارع بورسعيد. الاسعار هتلاقيها تختلف من مكان لمكان. هنا بقى انا في طلخ التفاح ب40 وب45. وانا هنا بجد يعني عايزه واحب اسال يعني ازاي يبقى تفاح ب35 والحاجات دي كلها ب35، والاسعار اللي هناك مختلفه تماما عن الاسعار دي؟ ازاي يا بنات التفاح ب40 زي ما انتم شايفين، والموز ب40 وب45، وهناك الحاجات ب10 وب20؟ ازاي العنب زي ما انتم شايفين والمانجا ب50 جنيه وهناك العنب ب30؟ العنب هنا ب60 والله العظيم. العنب هناك في الشيخ حسنين ب35 وب30 زي ما انتم شايفين بقى، كله على عينك يا تاجر. زي ما قلنا شايفين البطيخه هناك ب15 جنيه، ازاي انزل طلخه الاقيها ب50 جنيه؟ طب الفرق الشاسع ده يعني حرام على مين وحلال على مين؟ انا هقول لك بقى في اخر الفيديو المشتريات اللي انا اشتريتها وهوريها لك كده وتشوف. بجد يا بنات انزلوا سوق الشيخ حسنين، اسعاره حلو اقتصاديه ورخيصه، وهتلاقيها بجد على قد الايد. الفاكهه هناك يا بنات هتلاقوها رخيصه عن ما انا اشتريتها من طلخ. وبصي بقى كل واحد والسعر اللي في بلده. عايزاكي بقى في كومنتك الجميل تقولي لي اسعار الفاكهه والخضار عندك قد ايه، وهل فعلا زي ما انا بقول السعر بيختلف من مكان لمكان؟ يعني ايه بياع يبقى جنب البياع والسعر بتاعه يختلف عن السعر؟ يعني ايه احنا بنشتري كلنا مثلا البياعين والتجار بيشتروا من سوق واحد، سوق موحد اللي هو سوق الجمله، وتلاقي السعر هنا بيختلف عن السعر ده؟ يعني ايه يا ولاد؟
بجد يا بنات مش بخل ولا عفانة ان الواحد ينزل لكم الاسعار وعرفكم الاماكن الرخيصة. صدقيني بتفرق معاكي. لو هناك مثلا الحاجة فرقت معاكي 5 جنيه او 10 جنيه، شوفي انت هتشتري ما شاء الله اللهم بارك ليك ولأسرتك بكام وهتوفري كام. عايزين نعمل زي زمان، زي ست وستك ولميها تلم، لم النعمة تلم.